اهلا بيكم متابعينا الكرام والاعزاء. لو انتم محبوا متابعة اخبار النجوم ياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل يصلكم كل جديد. هذه اللحظات تمثل اسعد يوم في حياتي. بهذه الجملة علقت عارضة الازياء الفرنسية مارين الحيمر على مجموعة صور وفيديوهات شاركتها عبر حسابها على انستجرام خلال وجودها في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة بعد إعلان إسلامها مؤخرا. وشاركت مارين صورا من مختلف مراحل العمرة وكتبت ما معناه: لا توجد كلمات قوية بما يكفي للتعبير عن شدة السعادة والعواطف التي نشعر بها في هذه اللحظة بالذات. رحلة روحية أتمنى أن تستمر في الارتقاء وتوجيهي إن شاء الله. وتوجهت لمتابعيها قائلة: لا أعرف كيف أشكركم على دعمكم ولطفكم، شكرا جزيلا لكم جميعا. وكان اسم مارين الحيمر قد تصدر مؤخرا عناوين الصحف وصفحات السوشيال ميديا بعد أن شاركت مقطع فيديو على انستجرام وأشارت من خلاله إسلامها، كشفا أن دخولها الإسلام حدث قبل عدة شهور، إلا أنها قررت الآن أن تعلن ذلك. وعلقت مارين على الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تردد الشهادتين، وكتبت ما معناه: هناك طرق يجب أن تسلكها بمفردك، لا أصدقاء ولا عائلة ولا شريك، فقط أنت والله. البعض منكم يعرف ذلك، ولكن لا يزال الكثيرون يطرحون السؤال. وعلى الرغم من أنني متحفظة تماما في هذا الموضوع، إلا أنني لم أعلن رسميا، لقد اعتنقت الإسلام قبل بضعة أشهر. وأضافت مارين في تعليقها ما معناه: أولئك الذين يتابعون حياتي يومية يعرفون ذلك. قد لا أعلمك أي شيء، ولكن ما هو مؤكد هو أهمية مشاركة هذا الجزء مني مع الذين اعتبرهم اليوم كعائلة ثانية. لقد كان اختيارا للروح والقلب والعقل، خيارا جاء لي على أنه واضح وأنني أمارسه بحرية وفخر. وتبعت مارين قائلة: لا عيب في التحول إلى دين آخر مهما كان، إنه حقا أساسي يجب أن يكون بمقدور كل فرد ممارسته بحرية، وكما لاحظ الكثيرون. اتسم العام الماضي بالتغير، وفي الواقع لقد تطورت بشكل هائل، ورجعت إحساسي بالأولويات وأعدت التفكير في خيارات معينة للحياة سواء كانت مهنية أو شخصية. واختتمت كلامها قائلة: شكرا لكل من يقدرها أو على الأقل يحترمها. وإذا عجبكم الفيديو ريت ما تنسوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل يصلكم كل جديد، وشاركونا برأيكم ومقترحاتكم في خانة التعليقات.